أن العز لن يعود إلا إذا رفعنا لواء المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تيقنا في كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا فعلا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحب وتيقنا في كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك النهاردة أنا برفع لواء راية الحق، نحن نرفع لواء راية الحق. وقبل أن أتحدث في موضوع اليوم إن شاء الله عز وجل، أنا بس عاوز أذكر الناس. طب ناخد اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا مرحبا أستاذة صبرة من الجزائر. مرحبا بك. يا مرحبا أهل الجزائر. أريد علاج، عندي ضيق في شريان القلب. سن حضرتك كم سنة يا أستاذة صبرة؟ 36. 36 سنة؟ إيه. كيف حال أهل أخواننا في الجزائر؟ بخير. أسأل الله أن يبارك فيهم. يعني فرقت بيننا الكرة، ولكن أهل الجزائر هم أهلنا وأحبتنا، ويعني وتاج فوق رؤوسنا، فربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم أهل الجزائر. طب سنة حضرتك كم سنة يا أستاذ صبرة؟ عمر حضرتك كم سنة؟ 36 سنة. مما تشتكين؟ ضيق في شريان القلب. ضيق في شريان القلب. أبشري إن شاء الله عز وجل. سأقول لحضرتك يعني كيف تنهين هذا الأمر. أبشري أبشري، وأبلغي سلامي لكل أهل الجزائر أحبتي الذين أحبهم في الله حبا جما، وأسأل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يجمع وأن يضمد جراح الأمة العربية، اللهم آمين رب العالمين. يا رب العالمين. جزاكم الله خير. أقول قبل أن أبدأ في موضوع اليوم: ثم على حال أمتنا، الأمة التي كان يجب أن تعلم العالم كله كل شيء. ولكن الآن أنا يعني بستشهد بعض الكلام، لأني أعلم جيدا أن بعض الأطباء الألمان يتابعون الحلقة الآن. يعني لذلك أنا أود أن أخبر الناس ببعض أطباء العرب القدامى الذين كان لهم فضل عظيم على البشرية. وطبعا لو تحدثنا في أطباء العرب القدامى، طبعا أنا تحدثت في أطباء العرب القدامى لأن الحاضر للأسف الشديد خال من الصفحات، لا أجد ما أتحدث عنه أصلا. طب ناخد اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.